السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنعمل عيش بالجمبري. هنشوفه بقى بيتعمل إزاي النهاردة. طريقته سهلة جدا وجميلة جدا. يتاكل مع المخلل الجميل وكمان الحاجة الساقعة. جبنا الجمبري وغسلناه كويس وكمان طلعنا منه العرق اللي في الظهر وقشرناه. بعد كده صفيناه في المصفى عشان ما يبقاش فيه مية. وبعد كده جبنا بقدونس وغسلناه برضه كويس. وجبنا بصل وقطعناه قطع. انا عن نفسي بحبه تكون القطع كبيرة شوية مش صغيرة يعني. بعد كده بقى جبنا البصل ماشي. وحطينا على البصل الجمبري وبعد كده البقدونس. بعد كده بقى حطينا الملح والفلفل الأسمر وكمان الكمون. بعد كده بقى هنقلبهم كويس جدا. جبنا العجينة وحطينا عليها الجمبري والتوابل بتاعته. وبعد كده بقى قفلناها بالطريقة ديت من الحروف. قفلناها كويس عشان لما تيجي نحطها في الصينية تمام بقى شكلها حلو اوي بقى الصراحة يعني. اهي ديت الشكل بتاعها بعد ما قفلناها كويس وعليها الرد. وده كده الشكل النهائي. لا كنا بنعجن العجينة بالردة ودوت بقى كده شكلها تمام. بعد كده بقى هنجيب مية وهنجيب الفرشة وهنرش هنسقسقها كده من فوق عشان لما نيجي نعمل. وده شكل العيش بالجمبري بعد ما طلعناه. على فكرة شكله تحفة وطعمه أكتر من تحفة. جميل جدا جدا. أتمنى يا رب إنه يعجبكم وباي باي.